ضربات الجزاء بتعاد الأهلي لتاني مرة قدام باتشوكا عشان يخسر الأهلي بطولة ودية في استعداداته لكأس العالم للأندية. بدأ الأهلي بالشناوي قدامه داري والعش، وعلى يمينهم محمد هاني وعلى شمالهم كريم الدبيس، قدامهم مروان عطية، إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان، قدامهم أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر وجراد شار. ما بين الشوطين الأهلي عمل 8 تبديلات عشان تحول التشكيلة يبقى مصطفى شوبير هو الحارس، قدامه ياسر إبراهيم ورمضان بيكهام، على يمينهم عمر كمال وعلى شمالهم الدبيس، قدامهم كوكا وقفشه وبن رمضان، على يمينهم حسين الشحات وعلى شمالهم تريزيجيه وجراد ياشار هو المهاجم الوحيد. بعد ما بينزل تريزيجيه بيلبس شارة الكابتنة، يبقى كابتن الأهلي دلوقتي، وده طبعا في غياب محمد الشناوي. في الدقيقة 54 بيدفع بزيزو لأول ماتش ليه مع الأهلي بدل جراد ياشار اللي خرج مصاب من الماتش، وبعدها بيخرج بن رمضان وبيخش مكانه اليو ديانج. يا اليو ديانج والله زمان. كان باين من اول دقيقه ان دفاع الاهلي مش متماسك، وبالذات في الشوط الاول حصل لخبطه كتير قوي منها دخل الجون الاول. لسه المدرب جديد، لسه المدرب بيتعرف على الفريق، بس لسه مفيش وقت كتير على كاس العالم للانديه، لان الفريق كان باين بلا هويه النهارده. في تحسن عن ادائه السنه اللي فاتت، بس برضه التحسن مش اللي باين، ولسه كاس العالم قريب بانديه اقوى من باتشوكا بتحديات اقوى كمان، محتاج الفرق يبان في وقت قليل. تريزيجيه ياخد الكوره بطريقه مهاريه جدا، بيرقص المدافع وبيسجل التعادل. وبعدين في الشوط الثاني ظهر برضه لعيبه ثانيه مش في احسن مستوياتها، زي محمد مجدي قفشه وزي عمر كمال. بعد تبديله زيزو بجراديشار دخل حسين شحات مهاجم وهمي، لا وهمي بجد ما ظهرش. بعدها بيوصل الاهلي بالتعادل 1-1 ويوصل لضربات الجزاء، يسجل حسين الشحات، يسجل زيزو، يسجل تريزيجيه، ويضيع عمر كمال المره الثانيه قدام باتشوكا بنفس الطريقه. الموضوع عليه علامات استفهام كتير جدا. في الاول وفي الاخر ده ماتش ودي، انا عارف ان هو برضه بيبين اداء الاهلي رايح فين وجاي منين في كاس العالم، بس برضه الودي غير الرسمي. المهم خلينا نشوف كاس العالم مش بعيد، قرب وهانت، وهنشوف الاهلي هيعمل ايه في كاس العالم. لو اول مره تشوفنا شير ولايك وسبسكرايب، تابعنا كده وخش تحت كده هتلاقي شويه فيديوهات منهم فيديو مين يكمل في الاهلي ومين يمشي. يلا تابعونا، سلام.